مساء الخير، رجعت لكم. وحشتوني بجد، وحشتوني موت. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله، وعيد سعيد على مصر كلها. الله، ريحة الكحك، ريحة البيوت المصرية قبل العيد على طول. يا سلام. طبعا في بيوت عندها فرن بتخبز الكحك في البيت، وفي ناس ما عندهاش الإمكانية دي، بتبعته للفران وبعد ما بيستوي بيرجعه لهم. وهنا بقى يظهر الطبق السحري، الطبق الميلامين الابيض ابو ورد ازرق. كل سنه وانتم طيبين. ابتدي ارص الكحك في الطبق واغطي بالفوطه البيضاء وابتدي اوزع على اهلي وحبايبي وجيراني واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بعد ما خلاص السجاد فضيت، ولكن هيفضل فيها بعض الدهون اللي هتفضل بعد الكحك والبسكويت. هنا بقى يجي دور فاري. عندنا 3 انواع، الاصلي واللي بالبرتقال واللي بالليمون. استعملي اي نوع منهم حسب ما انت عايزه. كميه بسيطه قوي قوي على الميه وسفنجه، ونغسل الصاج، نزيل كل الدهون وننشفه ونغلفه في كيس نايلون ونحفظه للسنه الجايه. يحيينا ويحييكم ربنا ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. انا عايزاكي بقى تقولي لي على صفحتنا بتاعت فيري اللي على الفيسبوك، ايه العادات اللي انت متمسكه بيها؟ ايه الحاجات اللي انت بتحبي تعمليها كل سنه؟ قوليها لي، عايزه اعرف نوع من التواصل بيني وبينك. انت تقولي لي وهي تقول لي وهي تقول لي، ويبقى كلنا بنتبادل الاراء. انا في انتظارك على طول. يلا اوكي، باي باي.